بص الحركة دي. بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني السلام عليكم. يلا بينا نعمل احلى واجمل سندوتش سجق مشطشط زي بتاع العربيات وافخم المحلات، بكل تكاته وحركاته واسراره. يلا بينا. اول خطوه هنقطع السجق البلدي معانا بالشكل ده قطع صغيره. معانا معلقه هريسه حاره وقرن فلفل سبايسي، ممكن هريسه بارده وقرن فلفل رومي زي ما يعجبكم. بصله وحوالي من 3 ل4 طماطمات متقطعين قطع صغيره، لو حابه ان انتي تبشري او تعصري براحتك، بس انا بفضلها كده مع التوابل هنقول عليها وانا بضيف. يلا نبدا مع بعض. هنحط طاسه وحله زي ما يعجبك، وهنحط زبده. احنا عملنا الزبده دي مع بعض على القناه، تحفه زي ما احنا شايفين متماسكه ازاي، تقدروا ترجعوا الفيديو بتاعها. ومعلقه زيت، نحط معلقه زيت بالشكل ده. الزبده بتاعتي بتسيح اهي، على ما تسيح نبتدي نحضر البصل بتاعي. هخرط البصله وارجع لكم. بتقطعوا البصله التقطيع اللي تعجبكم، انا بحبها جوليان او كبير كده شويه عشان تبقى بحجم السجق بتاعي. انتوا اعملوها بالطريقه اللي تعجبكم. يا دوبك بس هتدي شويه صغيره كده. دبلت معايا حاجه بسيطه اهي. هبتدي ان انا اضيف السجق بتاعي 400 جرام من السجق البلدي، نوع السجق اللي يعجبك، وتقليبتين 3 كده يعني دقيقه كده تقليب. وهبتدي احط التوابل بتاعتي. بسيط من الفلفل الاسمر، لان السجق يا جماعه بيبقى مبهر. ونص معلقه من بهارات مشكله، دي زي حاجه زي مرقه دجاج كده محطوط عليها شويه بهارات مختلفه. نص معلقه ملح، اقلب. هضيف قرن الفلفل ومعلقه الهريسه، ده لو انتوا حابين يكون سبايسي. مش حابين يكون سبايسي هنحط الكلام ده بارد، ممكن نكتفي بقرن فلفل رومي بس بارد. هنضيف الطماطم بتاعتي ونقلب كويس. هغطي عليها لمدة 10 دقايق وبعد كده هتكون جاهزة بإذن الله. حبايب قلبي خدت بالظبط أقل من 10 دقايق على النار، وبقى عندنا أجمل وأحلى سندوتش سجق مشطشط من بتاع أحسن وأفخم المحلات. استنوني في كل جديد على قد